من العلب اللي موجودة عندنا ودايما بنرميها هنعمل أحلى توزيعات للعيد. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. العلب اللي بالشكل ده هحتاج ان انا اقصرها شوية، فهفتحها من فوق ومن تحت وافردها بالشكل ده، واحدد الطول اللي انا عايزاه عشان ما تكونش طويلة قوي. انا حددت 7 سنتي وبعدين قصيت الزيادة، وبعدين هقفلها كويس بالشمع عشان العلبة تبقى متينة قبل ما اغلفها. هستخدم الفوم الابيض وهقص قطعة تكون قد العلبة بالظبط عشان اغلفها من كل الجوانب. ولما اجي اغلفها هخلي البداية بتاعة الفوم تكون من النص كده عشان الجزء ده اقدر اداريه بعد كده وما يكونش باين والعلبة يكون شكلها حلو. هلزق الفوم بالشمع واتأكد ان الاطراف والجوانب مقفولة كويس، وبعدين هلزق قطع كمان على العلبة من تحت وبعدين اقص زيادة. وعشان نعمل جسم الخروف كان عندي الورقة دي، حسيت شكلها ومقاسها مناسب فهستخدمها كباترون واقص قطعة من الفوم الابيض عليها. وبعد ما قصها هستخدم قلم اسود واعمل بيه خطوط صغيرة كده على الحروف بالشكل ده، وبعدين هقص قطعة من الفوم الاسود على شكل راس الخروف. ممكن بالقلم الابيض ارسم تفاصيل للوش او الزق عيون جاهزة. هنبدأ نجمع القطع كلها دلوقتي، وهلزق الاول جسم الخروف على الجزء اللي كان فاصل في النص ده، وهلزق عليه بعد كده راس الخروف. وقصيت قطعة من الفوم الابيض وخليتها تكون على شكل شعر كده وهلزقها بالشكل ده. وبس كده خلصت، واقدر دلوقتي احط فيها التوزيعات بتاعتي. بالنسبة للشكل ده من العلب برضو هعمل نفس الخطوات. هفتحها كده واقصرها شوية وبعدين اقفلها كويس، بس المرة دي في التغليف حبيت ان انا استخدم اللون البني. جهزت كل القطع المطلوبة، قطعة كبيرة هغلف بيها العلبة كلها، وقطعة هتكون هي جسم الخروف وراس الخروف وشعره. هغلف العلبة بنفس الخطوات، وباستخدام قلم اسود هعمل بس شوية تفاصيل كده في وش الخروف. وكده العلبة بقت جاهزة واللون البني شكله تحفة. هحط فيها التوزيعات وبس كده. قولولي في الكومنتس عجبكم اللون الابيض اكتر ولا البني، ولو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع صحابكم.